فكرت قبل كده إن العظم اللي بيترمي بعد الذبح ممكن يبقى سلاح في إيد دجال. سلاح يربط ويفرق ويوقف الحال. العظم اللي بتفتكره مجرد بواقي، في ناس بتستخدمه في أشنع أنواع السحر. النهاردة هحكي لك عن جزار ما كانش جزار وبس، كان دجال بيستخبى ورا ريحة اللحمة والدم، ووراه سر ملعون، سر بيبدأ كل سنة بعد صلاة العيد. قصة عظم بيضر وسحر يصعب على كل شيخ أو راقي. في حي شعبي وفي أيام عيد الأضحى الجميل، كان في محل جزارة كبير، فوق الباب يافطته مكتوب عليها: جزارة الحاج خميس، خبير في فن الشفي. الناس كانت بتقول عليه جزار ملوش مثيل. كل سنة في عيد الأضحى الطابور عنده بيبدأ من بعد صلاة الفجر، والناس واقفين مستنيين دورهم علشان يذبح لهم، رغم إن في جزارين تانيين حوالين المنطقة، بس مفيش زي خميس. عارف ليه؟ لأن خميس كان معروف بإيده اللي ما بتسيبش لحمة على العظم. الشفرة بتاعتها كانت بترقص في إيده، تفصل اللحمة عن العظم كأنها بترفرف، وتسيب العظم نضيف أملس كأنه مغسول ومعمول له بولش. الناس كانت تفرح وتسيب له العظم وهي مطمنة، وفي اللي كان يقول له: خد يا حاج العظم، اعمله شوربة للكلاب ولا بيعه، احنا مش عايزينه. بس اللي محدش كان يعرفه إن خميس ما كانش بيجمع العظم علشان شوربة ولا علشان يبيعه بالكيلو، كان بيجمعه علشان حاجة أوسخ، حاجة أظلم. خميس كان بيستنى العيد بفارغ الصبر، مش علشان الرزق، لكن علشان العظم الطازة اللي فيه دم دافي ولسه طالع من ذبيحة مباركة، عظم مقدس في نظره، جاهز يتحول لأدوات سحر أسود ما بتتفكش بسهولة، ولا شيخ يقدر يقرب لها. فأول سنة بدأ فيها خميس يجمع العظم، ما كانش بيجرب ولا بيخترع، كان عارف هو بيعمل إيه. خد العظم، غسله بمية ورد، ودفنه في ملفوفة كتان سودة، وبدأ يكتب عليه طلاسم بدم خروف كان شايل منه قطرة مخصوص. خميس كان عارف إن العظم المضحى بيه في العيد أنضف عظم للسحر السفلي، لأنه مذبوح باسم الله والنية فيه طيبة، فبيكون السحر مموه. الطاقة الروحانية الطاهرة بتتغطى بطاقة سودة، وده اللي بيخلي فكه صعب إن ما كانش مستحيل. خميس ما اكتفاش بسحر الربط، بدأ يجرب أكتر ويدخل في الأعمق: سحر وقف الحال، سحر الدفن، سحر الطلاق. وكل سحر ليه عظم معين: عظم الضلع للربط، عظم الكتف لكتابة الطلفم، العظم الطويلة الفخذ لدفن السحر وقطع الرزق. وكان يقول: اللحمة للغلابة والعظم للي يعرف قيمته. في يوم من الأيام وبعد انتهاء أول أيام العيد، كان في شاب اسمه مروان، كان ساكن قدام محل الجزارة بتاعت خميس، واللي كان بيتفرج من البلكونة عليه، واللي شاف حاجة غريبة: المعلم خميس بيلم العظم في شكارة وبيدخل بيها الشقة اللي في الأرضي واللي كانت ما فيهاش حد. والمشهد ده بيتكرر في نهاية كل يوم من أيام العيد. وفي يوم من الأيام بعد انتهاء أيام العيد، كان مروان واقف في البلكونة بيشرب شاي، وسمع صوت عربية خميس في الشارع، علشان يبص ويلاقيه بيحمل شكاير من العظم من جوه الشقة اللي في الأرضي. وساعتها بس نزل مروان وقرر يمشي وراه، خد موتوسيكل أخوه وفضل وراه لحد ما لقاه ماشي ناحية المقابر. وقف بعيد وراح ماشي ورا خميس على رجليه، وشافه وهو بيفتح تربة قديمة مقفولة بقالها سنين. خميس دخل جوه القبر وبدأ يسحب من جوه شكاير العظم،
وبعد ما خلص قفل القبر تاني ورجع لبيته وهو مطمن إن محدش شافه. ولأن مروان كان لوحده فقرر يجي في النهار ويفتح القبر ويشوف إيه اللي موجود. ولما راح تاني يوم اتفاجئ بإن القبر كان قبر أبوه المعلم خميس، واللي كان ميت من أكتر من 20 سنة. مروان فتح القبر وهنا كانت الصدمة، كمية الأعمال اللي جوه كتيرة. العظم كان عليه نقوش، طلاسم، شخوص، وكل قطعة متعلقة صور حقيقية لناس في البلد. بس أول صورة شافها وقفت قلبه، بنت جميلة وواقفة بتضحك في الصورة، اسمها نهى، من عيلة محترمة ومتعلمة. كان الكل بيقول إنها كانت عاقلة وناجحة، بس فجأة اتجننت، بدأت تكلم ناس مش موجودين، وبعدها هربت من أهلها. على ظهر الصورة كان مكتوب بدم: تهيم، تضيع ولا ترجع، ويفتح باب الهوس. مروان قلب في باقي الصور ولقى تاجر معروف اسمه الحاج سيد، كان عنده محل جملة كبير. فجأة خسر كل فلوسه، مراته طلقها، وهو دلوقتي قاعد في البيت لوحده وعايش على الأدوية. العظم بتاعه كان عظمة فخذ محفور عليها اسمه ومربوط بسلسلة حديد، وكأن الرزق نفسه كان مربوط ومخنوق. ولقى صورة تانية، كريم، الولد النجيب، ابن الناس الطيبين اللي طلع الأول على الثانوية العامة ودخل طب. بعدها بشهور انتحر بحباية غلة وساب ورقة بيقول فيها: أنا مش قادر أكمل. وعظمة كريم كانت كتف مكتوب عليها بالمسامير ومربوطة بريشة حبارة سودة. يفشل، يتخنق، يكره كل حاجة، تحترق روحه. مروان في اللحظة دي ما بقاش قادر يتنفس. مروان جري على طول وركب الموتوسيكل وهو بيرتعف، وصل على أول نقطة شرطة وطلع على الضابط المناوب. قاله وهو بينهج: الحقني يا باشا، في سحر في القبر. وواحد اسمه خميس جزار بيحط صور الناس على العظم وطلاسم وبيعمل أعمال مدفونة في المقابر. الضابط أولها ضحك، لكن لما شاف الصور وشه اتقلب جد ونزل بقوة من الشرطة على المقابر. وصلوا على المكان ولقوا التربة مفتوحة، ولما دخلوا جوه لقوا كل حاجة زي ما قاله لهم مروان: عظم، طلاسم، صور ناس من البلد، كل حاجة محطوطة بنظام كأنها مكتبة سحر مدفونة في القبر. خميس اللي كان واقف بيشوف شغله في الجزارة لقى نفسه وسط قوة شرطة بالسلاح والكل بيصوب عليه. الضابط قال له: انت مش جزار، انت ساحر ومجرم. باسم القانون انت متهم باستخدام أعضاء حيوانية وأعمال شعوذة لإيذاء المواطنين. وأخدوه مكبل وهو ساكت، ما فتحش بقه بكلمة، بس كان بيضحك. تاني يوم البلد كلها اتقلبت، الخبر انتشر زي النار والمركز بقى زحمة، الناس جايين يسألوا، كل واحد كانت عنده مشكلة جاي يشوف لو ليه سحر هناك. ضباط القسم بدأوا يفرزوا في الصور وكل صورة يسألوه: تعرف الشخص ده؟ وكان كل ما يطلع اسم يطلع وراه مصيبة: انتحار، طلاق، إفلاس، جنون، موت غريب. العظم ما كانتش مجرد بواقي أضحية، كانت مفاتيح لبوابات سودة خميس فتحها وساب الأرواح تتصرف. في شيخ جه بنفسه وقال: دي مش أعمال عادية، دي عقود مع الجن، واللي اتكتب على العظم لازم يتفك بترتيب وإلا البلاء يزيد. لكن مفيش مستحيل. لحد هنا أنا خلصت حكايتي، لكن حكايات القناة ما بتخلصش، معانا حكايات كتير وأجمل وأجمل. لو حابب النوع ده من القصص تابعنا واعمل اشتراك في القناة، ولو عجبتك القصة دي اعمل لنا لايك، وما تنساش تعلق وتقول لنا رأيك في القصة علشان نطور المحتوى بناء على رأي حضرتك. سلام.